مؤخرا دخلت علينا الاخبار. اول خبر اللي هو ايجابي، كاين دعم للطبقه الهشه ب 500 درهم للشهر، كاين 2000 درهم كدعم للازواج بالنسبه للمولود الاول. في نفس الوقت كاين رفع جزئي للدعم ديال صندوق المقاصه بحال البوطه غادي يبقى يتزاد الثمن ديالها كل مره، زائد الرفع من الضريبه ديال الكهرباء ديال الاتاي ديال الاجهزه الالكترونيه. المغربي ما بقاش عارف واش يفرح ولا يبقى فيه الحال. اجي نفهموا من الاول. القصه بدات ملي الحكومه المغربيه فكرات انها تلغي الدعم ديال صندوق المقاصه. اول حاجه اشنو هو صندوق المقاصه؟ صندوق المقاصه هو واحد الدعم كتعطيه للدوله لبعض المواد الرئيسيه باش تبقى ماينه رخيص. فمثلا البوطه الثمن ديالها في السوق العالميه 140 درهم، ولكن ملي كنمشي انا نشري بوطه كنخلص غير 40 درهم، وداك الشيء اللي بقى باش تولي 140 اللي هي 100 درهم كتخلصوا عليا الدوله. ولكن كاين واحد الطبقه اللي هي غنيه حتى هي كتستافد من هذا الدعم، مثلا الناس اللي لاباس عليهم اللي عندهم شركات لوزينات اللي كيستعملوا هذه البوطه وكيشريهم بداك الدعم، يعني هما كيخلصوا 40 والدوله كتخلص 100 درهم. اذا هما واحد الطبقه اللي ما كتستحقش داك الدعم. فالوزاره اش دارت؟ فكرت انه من الاحسن عوض انها تدعم مباشره في المواد الغذائيه ولا المواد الرئيسيه، فكرت انه تعطي واحد دعم مباشر للناس المعوزه. يعني عوض ما دير الدعم للبوطه والدقيق والسكر والمازوت غتعطي الدعم ديال مثلا 500 درهم للناس المعوزه. هذه هي الفكره. ولكن كاين واحد الاشكال كبير، هو انه الا اتفقنا ان الطبقه الغنيه ما غاديش تضرر حيت ديجا عندها الفلوس، الطبقه الفقيره ما غاديش تضرر حيت ديجا تاخذ واحد الدعم مقابل هذا الرفع ديال صندوق المقاصه. الاشكال فين كاين؟ دوك الناس اللي كيتخلصوا ما بين 2000 و 5000 درهم اللي ممكن نسميهم بين قوسين الطبقه المتوسطه، اللي ما بقاوش الطبقه المتوسطه بهذا الرفع الدعم ديال صندوق المقاصه غادي يهبطوا للطبقه الفقيره، حيت غيتزاد على كاهلهم مصروف اضافي والصهر ديالهم ما كيتزادش. وهادشي شفناه كنا مؤخرا من بعد الارتفاع الصاروخي في الاثمنه ديال ليسانس والمازوت، حيتاش ليسانس والمازوت كان داخل في صندوق المقاصه شحال هادي، ولكن حكومه عبد الاله بن كيران لغات هذا الدعم ولا الاسعار ديالها كيتحددوا بالاسعار الدوليه. في الاول من تلغى الدعم ما كانش اشكال، حيتاش كانوا الاثمنه ديالهم دوليا ديال المازوت وديال ليسانس هابطين بزاف قبل من كورونا، ولكن مباشره من بعد كورونا والحرب ما بين اوكرانيا وروسيا طلعوا الاثمنه ديالهم بشكل صاروخي، والمغاربه خصوصا الطبقه المتوسطه كانت تدق مزيان فما قداتش على هاد المصاريف الجديده، والاغلبيه فيهم سد على طوموبيلته ولا باعها. الحكومه ما جلساتش وفكرت مزيان في حلول لهذا الشيء، لا زادت غاديه في موضوع ديال الرفع ديال صندوق المقاصه البوطات والسكر والدقيق. في المقابل تعطي واحد الدعم للطبقه المعوزه، ولكن نسات كليا الطبقه المتوسطه. فنظرك واش الحكومه تمشي في هذا الطريق ولا كاين حلول اخرى؟ وقول لنا اشنو هما هاد الحلول.